هلو، صباح الخير او مساء الخير عليكم. الفيديو ده انا يعني طلعت قلت اعمله. خبر سمعته. انا شخصيا مش متأكد انه صح ولا غلط، بس يعني سمعته من مصدر موثوق، فتقريبا يعني يكون صح يعني. آه، اللي هو خبر اعتزال الأستاذ هشام المصري من اليوتيوب. فيعني أنا حزنت جدا بصراحة لو الخبر ده صح. فأنا حزنت جدا، يعني هطلع أحلل مين بعد كده؟ لا يعني أنا مطمن إن في كتير، وخصوصا في منطقتنا العربية في كتير نقدر نتكلم عليهم. بس المهم بالنسبة خصوصا للأستاذ هشام المصري، وأنا مش ضده هو، وأنا يعني أعتذر له مقدما لو هقول أي شيء يجرحه. بس أنا يعني بنتقد شوية الحاجات اللي هي بالنسبة للحاجات اللي بتدور جوه هنا هو ده. بس هو أنا لا بنتقده هو، بالعكس يعني ده إنسان كويس جدا. بنتقد تصرفاته، بنتقد البيهيفير بتاعته، سلوكه. فده طبعا اعتقد ان ده من حقي، لان هو public figure، يعني بيطلع على البابليك على السوشيال ميديا وكده، فانا من حقي انتقده. المهم برضو اتمنى له، يعني قبل ما اتمنى له عايز اتكلم على موضوع الهيومن بيهيفير للمنتال إلنس. الهيومن بيهيفير يعني السلوك البشري للمرضى النفسيين يكاد يكون متوقعا. يعني خلاص عرفنا ان المريض النفسي ممكن يعمل ايه الخطوة اللي بعد اللي عملها. يعني لو في مشكلة او اي حاجة عملها مثلا المريض النفسي ده، انا ممكن اتوقع الخطوة اللي هيعملها بعديها، فبقدر احميه او احمي الناس اللي حواليه. بالنسبة للمرض النفسي مثلا زي النرجسية، هو مرض نفسي. اوكي، النرجسية انه انت بتعظم نفسك، وانا وكل الحاجات دهيت عارفين احنا. مرض النرجسية بقى يعني مشهور جدا اعراضه، بس بيبقى فيه امبريلا، يعني في المرض الاساسي اللي هو الرئيسي، وبتبقى نازلة منه اللي هي الامراض الفرعية دهيت. يعني مثلا مريض الاكتئاب، اعراض من اعراض المرض الاكتئاب الانسومنيا او الهايبر، يا بينام كتير يا ما بينامش، بيبقى عنده الارق. ف ولما واحد يجي لي يقول لي انا عندي ما بنامش بالليل، بقول له دي انسومنيا، بس بحاول بعرف في ايه فوق، يعني ايه المرض الاساسي اللي هو مسبب الانسومنيا. لو ما فيش يبقى خلاص الانسومنيا دهيت هي اللي بتحصل، وبعالجه مثلا بديله منوم او مهدئ. لكن طبعا احنا بنحاول نعرف ايه البارم لاين بتاعت الانسومنيا، ايه المشكله الرئيسيه. فمعظم المرضى اللي بتيجي مثلا بتحكي بتشتكي من تفرعات من امراض رئيسيه، بيبقى فيه المرض الرئيسي اللي احنا بنحاول نعالج المرض الرئيسي، وبالتالي لما بنعالج المرض الرئيسي الفرعي بيروح لوحده. يعني الانسومنيا لو احنا دوينا وعالجنا الاكتئاب، خلاص المريض بينام كويس. فبدل ما اديله بس مهدئ او منوم، لا بديله مضادات الاكتئاب، فبتعالج الاكتئاب وبالتالي الانسومنيا بتروح. فانا متوقع ان في اكتر من النرجسية مثلا عند الاستاذ. ف ومن خلال لو ما فيش، يعني مثلا المريض يقول لي لا انا ما فيش حاجه، انا مبسوط وكل حاجه تمام، يعني ما فيش اكتئاب، ما فيش بوردر لاين، ما فيش سبليت، ما فيش شيزوفرينيا الانفصام، خلاص ماشي. ببدا اشوف مرحله الطفوله، هل في مشاكل كانت في الطفوله وكده. لما كل الحاجات دي تبقى عندي نيجاتيف، وانا متاكد ان النيجاتيف خلاص، مثلا في امراض عضويه، الم، في روماتيزم، ضغط الدم كده، هو
ما دي برضه ممكن تسبب انسومنيا، بس مش من اعراضها، بس ممكن تسبب الالم. طبعا الناس مش هتنام من الالم. فبحاول اوصل اللي هو الحاجه الرئيسيه. لو ما فيش خلاص يبقى هو فعلا المريض كل حاجه عنده تمام، وهو عايز بس حاجه تنيمه بالليل. وما بديش منوم قوي، لا بدي مثلا ميلاتونين او بي ام، حاجه بي ام من يعني بتتباع كده من غير روشتة، لان بتبقى يعني العمليه بسيطه يعني. فبالنسبه للاستاذ يعني بقول النرجسيه دي من اعراض مرض نفسي، بس انا اعتقد ان في يعني في حاجه اكبر من كده. فطبعا احنا لما بنبص بنشوف اللي هي الامراض الكبيره اللي احنا عارفينها، بوردر لاين، الاكتئاب، السكيزوفرينيا، السبريد، اللي هي الامراض الكبيره دي اللي هي اعراضها السنويه بتبقى كتير، وكل واحده منهم تكون ممكن تبقى مرض. كل عرض يعني فرعي ممكن يكون هو لوحده مرض نفسي. فيعني انا مش عايز اقول انا كنت صح، بس لما قلت مره ان معظم متابعينه او متابعين هيثم طلعت وعبد الله رشدي والناس دي كلها، المتابعين اللي هم بيحطوا لايك وبيحطوا يعني موافقين معاه على كل حاجه. انا قلت في حاجه اسمها submissive personality disorder، اللي هو الانسان اللي ما عندوش شخصيه، ما عندوش personality، ما عندوش راي، اللي هو الانسان اللي تلاقيه ما بيعرفش يحل مشاكله كده هوت. يعني بشوف ناس بتساله اعمل ايه في حياتي؟ نعم، تعمل ايه في حياتك؟ انت في السن ده ومش عارف تعمل ايه في حياتك؟ تروح تسال واحد على اليوتيوب اعمل ايه في حياتي؟ يعني انا مش عايز اقول انا كنت صح، بس لما عمل الفيديو بتاع راس السنه وجاب الناس مديرين القناه جاب كام واحد من عنده اللي هم المتابعين، يعني انا قلت لنفسي انت صح. لان فعلا شفت يعني الناس اللي كلموا مديرين القناه دول، هو الاستاذ جمال احسن واحد واتبرعوا له، ايوه صح معاك حق يا استاذ، معاك حق يا استاذ. هو ده كده بورد سبميسيف بيرسوناليتي ديس اوردر. مفيش راي، مهما الليدر دوت يقول حق اي حاجه معاك. زي الناس يعني بنسمع اللي هي الناس القديمه اللي عاشوا من 1400 سنه، وينك وينك، ايه ده؟ سحابه، يا سلام، نسميها سحابه، دي ماشيه كده بجرباج وبتاع. برافو عليك يا سيدنا. هي دي الناس السبميسيف بيرسوناليتي ديس اوردر، اللي هو مش قادر، ما عندوش شخصيه، او ما عندوش سيلف استيم، اللي هو ثقه بالنفس انه ممكن يتحاور معاك، او بيكون خايف اللي انت تطرده بقى من القناه، او وتطلع عليه شهره زي اللي انت طلع. ما انت عندك سجل حافل من ان انت انسولتنج، تشتم ناس وبتهزقهم، تطعنهم في شرفهم وشرف زوجاتهم. فهو ده السبميسيف بيرسوناليتي ديس اوردر. وانا يعني مش عايز اقول انبسطت، بس انه اقتنعت ان فعلا انا كنت صح، وان معظم متابعين الناس دي اللي هي بتطلع كده، معظم المتابعين دول سبميسيف بيرسوناليتي ديس اوردر. انا ما عنديش مشكله مع مريض نفسي. انا مش عايز الناس تعتقد ان مريض نفسي دي حاجه غلط يعني، او شتيمه او كده. احنا عندنا العادات والتقاليد والحاجات ديت ان ما فيش حاجه اسمها مرض نفسي. لكن احنا لما جينا هنا وعرفنا ان المرض النفسي احنا بنعامله كانه مرض زي اي مرض عضوي، زي ضغط الدم، زي السكر، زي القلب، مش عارف ايه، كل الروماتيزم. هو المرض النفسي بالظبط يعني. ما بنبصلهوش باي عنصريه، او انه سيجما او عار عيب. لا خلاص، المرض النفسي، لان معظم الامراض النفسيه مش غلطتك، بتبقى فيه مثلا جينات، هرمونات، او انزيمز زياده او ناقصه وكده، فمش غلطتك. ف يعني بقول انه مش عيب ان انا بقول شتيمه انه ده مرض ان الشخص ده عنده مرض نفسي. لا، انا مش من وجهه نظرنا هنا وحياتنا وتعاملنا مع المرض النفسي. لا، المرض النفسي زي اي مرض عضوي.
فبقول ان الهيومن بيهيفير، السلوك البشري المرضى النفسيين معروف. الشيزوفرينيا عارفين لما بيجي له بيشوف التهيؤات والحاجات دهيت، بعدها ممكن يعمل كذا كذا كذا. يعني لما بتجي له الحاله ممكن يروح يعمل حاجه غلط او خطر. فاحنا بنحاول عارفين ان فعلا هو مصدق الموضوع دهوت، وان الموضوع دهوت 100%، وممكن يروح يتفاعل مع المشكله بشيء خطر. فالمهم بالنسبه للاستاذ هشام، فانا بقول قبل ما كنت اتمنى له الخير، بقول انه انا اعتقد انه هيرجع تاني. ليه؟ اليوتيوب عطاله بالنسبه انه عنده شويه المواضيع النفسيه دهيت، وخصوصا النرجسيه. اليوتيوب والسوشيال ميديا والحاجات دي عطته ريكوجنيشن، عطته شهره، وعطته تعرف، عطته اينر ساتسفاكشن، يعني عطته رضا نفسي داخلي، رضا داخلي، استمتع داخليا. وطبعا دول اللي عندهم النرجسيه ده بيحبوه جدا. ما هو هي دي المشكله. المريض النفسي لما ما بيعملش الحاجه اللي هي لها علاقه بالمرض النفسي، بيبقى فاضي من جوه، مفيش حاجه بيعملها. يعني مثلا مريض الشيزوفرينيا لما انا بديله بياخد الدواء، في مثلا دواء زي الليثيوم. الليثيوم ده بيعمل ايه؟ بيحجز، او اسمه مود ستابلايزر، او سايك ميديسين، يعني ضد الجنون. طيب ما هو عايش طول يومه وانه بيتعامل مع اللي هو الحاجه المخفيه اللي ما حدش بيشوفها، ملايكه، شياطين، سوبرمان، وعمال يتكلم معاه طول اليوم ويقول له روح كذا وروح كذا وروح بص على دي وبص على ده وتعامل مع ده. فهو الشخص المريض النفسي ده بالسكيزوفرينيا هو طول اليوم حياته لها معنى بالنسبه له، بيعمل حاجات، بيروح كده. فلما انا اديله الدواء وتقف الرسائل دي، وتقف ان هو يشوف القرين بتاعه، هيعمل ايه طول اليوم؟ ولا حاجه، قاعد كده اهوت. فده بالنسبه يعني انا كان في عندي مريض في المصحه عنده شيزوفرينيا وبياخد الليثيوم ده هوت. كان يجي مثلا يقول لي انا مش عايز اخد الدواء دي، مش عايز اخد الكبسوله دي. ليه يا عم انت ما تاخدش الكبسوله ليه؟ اصل لما باخد الكبسوله دهيت بشوف الرساله، حاجز قاطع الرساله انها توصل لي، يعني زي حاجز ازاز كده، هو شايف الرساله من هناك بس مش قادر توصل له. زي ما انت كده شايف ازازه كاكولا قدامك ولا ازازه بيبسي وعايز تاخدها، بس في حاجز ازاز انت شايفها بس مش قادر توصل لها. فهو مش عايز ياخد الدواء ده بالذات. وعرف ازاي الدواء في النشره بتاعته، في المواصفات بتاعته، يقول لك هو بيمنع الرسائل بالظبط زي ما هو المريض النفسي ده بيقول. فانا ما عنديش اي مشكله مع مريض نفسي او اي مشكله نفسيه ان الشخص يطلع يتكلم. المشكله الوحيده اللي معايا ان المريض النفسي ده ما بيقدرش يفصل بين الواقع والخيال، بين الصدق والكذب، بين الحاجات اللي بتحصل بصحيح والحاجات اللي هي بتخترعها او بتكون جوه دماغه او هو بيهيئها او بيحس انها حصلت له. يعني مثلا الاستاذ شامل طلع قال لك انا اسرائيل وحاولت ان اسرائيل تجندني وجابت لي نسوان، والنسوان حاولوا يغروني ومش عارف ايه. القصه دي سمعناها بتاع 200,000 مره، وشفناها مسلسلات وشفناها في التلفزيون. وان يعني اسرائيل خلاص وصلت بيها ان الموضوع اللي هي بتعمله ده من الاف السنين هي لسه برضه بتعمله. شايف انت ازاي انا متاكد ان 100% ان الاستاذ هشام حصل الموضوع ده في دماغه هو بس. لكن هل حصل بصحيح؟ لا. طب ايه الفرق؟ يعني انا مثلا لو جيت قلت لك انا دولة معينة جت وعايزة تجندني
انت هتقول لي انت كذاب. هو ايه اللي هتقول لي فين الدليل؟ اقل حاجه فين الدليل؟ تقول لي مفيش دليل، لا يبقى انت كذاب. بس الجماعه بتوعه مصدقين ان الموضوع ده حصل. ليه؟ لان المريض النفسي بيخترع القصه بطريقه مش معقوله، ان ما فيهاش فلاس، ما فيهاش غلطه. كان عندي مريض نفسي عنده بارانويا اوف بروسكيوشن، اللي هو الاضطهاد من الحكومه او المخابرات. كان المريض ده كان هو في يوم راحوا رحله ورجع متاخرين، فمفعول ده احنا بنديله الدواء مرتين في اليوم، فاخد بتاع الصبح وراحوا الرحله، فلما رجع كان الوقت اتاخر. هو مفعول الدواء مثلا بيفضل 8 ساعات، عشان كده بنقول لك خده مرتين في اليوم او 3 مرات في اليوم. عشان كده احنا عارفين بعد 8 ساعات بيروح المفعول، ولازم تاخد الحبايه الثانيه عشان يبدا المفعول تاني، عشان يوصل للثيرابيوتيك ليفل وفي الهاف لايف وكل الحاجات دهيت. فلما رجع بقى متاخر، طبعا كان مفعول بتاعت حبايه الصبح خلاص. فحب يحكي لي قصه. كان معايا واحده بتتمرن، فبيحكي لي القصه، حكى لي قصه ان بقى المخابرات والCIA وهو مش عارف ايه. انا اصلا يعني انا مش قادر احكي القصه مثلا كلمتين منها، بس هو بيحكيها بطريقه لا يمكن. انا متشوق جدا. فبعد ما مشى، فبقول للاستاذه اللي كانت بتتمرن معايا، بتقول لها انا ساعات بحس ان الولد ده يعني في حاجه ممكن يكون صح يعني. قالت لي انت بجد انت عارف القصه اللي بيحكيها دي ايه؟ قلت لها لا. قالت لي ده فيلم بتاع ميل جيبسون وجوليا روبرت، الكونسبيرسي ثيوري، قصه المؤامره او نظريه المؤامره. قلت لها لا. قالت لي يا هو بالظبط، وحتى كان جايب الاسم بالظبط، وان هو كان يروح يشوف جيرل فريند بالشقه بتاعته ويشوفها من ورا الشباك، ومش عارف بتتكلم المخابرات، وحاسس ان هي كمان بتتأمر عليه. نفس القصه. مش ممكن. انا روحت، كان لسه بقى من زمان ايام الCD، رحت دورت على اسم الفيلم وجبت الCD واتفرجت عليه بالظبط. هو ميل جيبسون وجوليا روبرت، الفيلم اسمه كونسبيرسي ثيوري. فهو بالنسبه له حاسس ان القصه دي، ومتاكد ان حاسس كده حصلت له. عشان كده في بعض العنابر في مصحه الامراض النفسيه دي كان ممنوع تلفزيون، او لو كان في تلفزيون كنا بنحط لهم بس برامج مثلا حيوانات، ديسكفري، معلومات، مش عارف كرتون، حاجات زي كده. ممنوع فيلم. يعني مثلا كان واحد بيتفرج على السوبرمان، يطلع انه طلع من فوق السطوح بيحسب نفسه بيطير. المريض النفسي ما عنديش مشكله معاه، لكن انه انا بقى ما اعرفش، بيجي في وقت من الاوقات ما اعرفش هو بيتكلم صح بيتكلم غلط. القصه دي حصلت له بصحيح، القصه دي حصلت لحد تاني وهو بيحكيها عن نفسه. فهو كده التداخل بين الواقع والخيال. لكن انا ما عنديش مشكله اي حد يطلع يتكلم، واي حد يقول رايه. لكن لما تكون انفلونسر وعندك بقى متابعين، وحد بيقول لك استاذ انا عامل ايه في حياتي، واستاذ انت فيلسوف، استاذ حضرتك مش عارف ايه احسن واحد، لا انا في كده بقى يعني لازم يكون في كنترول، لازم يكون في الناس تعرف. فلما يكون عنده اصلا، يعني مثلا انا اطلع اروح جاي حاطط سؤال لاستاذ هيثم طلعت، عبد الله رشدي، هشام المصري، اي حد من الناس دي، واقول له استاذ حضرتك انا هعمل ايه في حياتي؟ مش ممكن. بس انا امتى اقول كده؟ لما يكون عندي سبمسيف بيرسوناليتي ديس اوردر. فيا استاذ يعني انا ما بحبش ادي النصايح، بس اديك حاجه باي ذا بوك، يعني زي ما الكتاب ما بيقول. حضرتك عندك مشكله يا سبمسيف بيرسوناليتي ديس اوردر، دي الناس اللي هي عندها سبمسيف بيرسوناليتي ديس اوردر، هو ضعف الشخصيه مثلا نقول عليه. وعندك مشكله، انت لازم تبدا التمارين بتاعت انك تقوي نفسك وتكون عندك شخصيه وتعرف تعمل قرار. بتاخد قرارات صغيره الاول، تحط المشكله كده فوق، تقسم الصفحه، المشكله اهم مشكله،
واللي هي تكون مشكله خاصه بيك انت، وهي اقوى برايورتي، يعني مين اقوى مشكله، وبعدين اللي بعدها واللي بعدها. حط المشكله كده في اسمها من فوق، تعمل صفين خطين، تقسم الصفحه خطين، صفحه خط خانه غلط وخانه صح، وتكتب السؤال: هل ده ليه منفعه ليا؟ هل ده بيضر احد؟ هل ده بيعمل كذا؟ هل ده كذا كذا؟ مين؟ وتبدا انت تتعلم وتاخد القرارات بنفسك. تبدا تاخد القرارات الصغيره الاول، يعني انا احط التلفزيون في الركن الشمال ولا الركن اليمين؟ طب انا لو حطيته في الركن، وتبدا بقى تحط الايه البنفيت، ان ايه العائد الصح المفيد وايه غير المفيد، وتشوف الصح اكتر ولا الغلط اكتر. وتبدا مش تطلع على اليوتيوب وتسال: يا استاذ حضرتك انا اعمل ايه في حياتي؟ انا اسافر ولا ما اسافرش؟ طب انا اشتري دي ولا ما اشتريش دي؟ انت عارف زي ايه مثلا؟ اللي هو واحد عنده سبميسيف بيرسوناليتي ديس اوردر، اللي هو ضعيف الشخصيه مثلا، ماسك 1000 جنيه في ايده وراح يلف على القهوه على كل الناس: حضرتك انا احط دي في البنك ولا احطها تحت المرتبه ولا احطها في البورصه ولا احطها، ايه راي حضرتك؟ الشيخ مثلا هيقول له: لا، الربا حرام، ما تحطهاش في البنك، حطها تحت المرتبه. اللي عنده مش عارف محاسب ومش عارف، يقول له: حطها في البنك، هتكسب 100 جنيه في الشهر. والمش عارف. فكل واحد هيديك رايه على حسب خبرته وحسب ميوله. لكن انت المفروض ان انت تحط: انا معايا 1000 جنيه اعمل فيها ايه في البنك؟ انا اروح اسال البنك: انت في ال1000 جنيه دي ممكن تعمل فيها ايه؟ ترجع لي ايه بمصلحه كذا كذا كذا. طيب لو حطيتها تحت المرتبه هيحصل ايه؟ هتفضل تحت المرتبه. طب لو حطيتها في البورصه ممكن تكسب وتخسر. طب لو عطيتها مش عارف لمين، هكذا. وتشوف انت احسن شيء بيناسبك وتاخد القرار. فانت بتبدا، يعني اللي عنده سبميسيف بيرسوناليتي بتبدا بالقرارات الصغيره، وبعدين مفيش حاجه صح وغلط. الصح وغلط هو، يعني الغلط بيبقى انه تاذي نفسك او تاذي الاخرين. لو عملت حاجه غلط، كونسيدر غلط، لا، بتتعود وتتعلم من غلطتك وبتقف على رجلك وبتعيد المحاوله. كده انت بتعمل التمارين اللي هي بتاعت تبقى ضد يعني التمارين اللي هي بتبقى بترفع شخصيتك وبترفع ثقتك بنفسك وكذا. فبتبدا بالقرارات الصغيره، مش تطلع على اليوتيوب: حضرتك انا اعمل ايه في حياتي؟ حضرتك انا كنت عايز اروح الشمال، انت ايه رايك اروح شمال ولا اروح يمين؟ لا، ما ينفعش. مش عشان واحد قال لك انا فيلسوف هتروح جاي بقى مسأله، لا. فالمهم، عشان بس اختم الفيديو ده، فانا اتمنى له كل خير. اتمنى له الفتره اللي هو هياخدها اوف من اليوتيوب. انا عارف اللي هو اكيد انا هيرجع عشان لازم ياخد الساتسفاكشن. انه اتمنى له انه يراجع حساباته. هو الانسان انا احترمه وبقدره لانه بيحضر وبيقرا وبيعمل، فده لازم نقدره وبنديله علامه صح فيها، مش على طول نيجاتيف. لازم نديله بوزيتيف انفورسمنت، نديله طاقه ايجابيه. ف انا بديله يعني شكرا جدا لحضرتك بتتابع وبتسمع اخبار وبتكتب لنا مش عارف ايه وبتحضر، وكل ده ممتاز جدا. لكن انا اتمنى ان انت تاخد فتره الاجازه دي ان تراجع نفسك وتشوف انت عملت في الفتره اللي فاتت دي عملت ايه صح وعملت ايه غلط، والغلط ما تعملوش تاني، والصح كتر منه. اتمنى انه حضرتك تريكوجنايز يعني تعترف انك عندك في مشكله هنا ودي لازم تتصلح. تمام. اتمنى ان يعني تتقرب اكتر من الناس اللي هم بيقدموا لك شيء، انك تروح وتعالج نفسيا، او وخصوصا انك تلجأ للأدوية اكتر من بس، لانه زي ما قلت لكم بره الفرق بين السايكولوجي والسايكاتريكس، ده بيتكلم والسايكاتريك بيديك ادويه. فانت حضرتك اعترف ان في مشكله، والمشكله ده هي لازم يكون حلها في، بدل ما نفعش مع السايكولوجيست، يبقى دلوقتي وقت
الادويه والحاجات الماديه. اتمنى لك كل خير، اتمنى لك الصحه والسلامه، واتمنى لك انك تكون سيف، واتمنى انك كنت تفيد حد وان الناس اللي هي بتاعت السبمسيف بيرسوناليتي ديس اوردر تعتمد على نفسك واعتمد على مخك، وابدأ بالتمارين الصغيرة عشان ترفع من ثقتك بنفسك. واتمنى لكم وقت سعيد، وباي.